السلام عليكم إخواني. اليوم سنتحدث حول جديد التكوين المهني والدورات التي سنويا يقوم بها مركز التكوين المهني، ولكن التعتيم الإعلامي عليها هو سبب في عدم نجاح هذه الجهود التي يقوم بها التكوين المهني. التكوين المهني. في هذا اليوم سوف نتحدث عن عرض سنويا، عرض خاص لمن يمتلكون خبرة أو يمارسون نشاط وليست لهم شهادة التأهيل المهني، ما عليهم سوى التقدم إلى مراكز التكوين المهني ليسألوا عن مواعيد هذه الدورات التكوينية التي تقام في عدة دورات. ليس شرط أن يكون المركز قريب، يمكنك التسجيل في أي مركز عبر التراب الوطني، ويمنح لك شهادة التأهيل المهني عبر اجتياز اختبار والمصادقة على شهادة التأهيل المهني. مثلا أنا متابع لصفحات التكوين المهني والتمهين لولاية باتنا. اليوم صادفني منشور الخاص بهذه الدورات، الخاصة بامتحانات المصادقة على الكفاءات المكتسبة عن طريق الخبرة المهنية. يعني واحد يعرف، مثلا واحد يخدم ماصون، ولا المهم عنده مدة يعرف يخدم ماصون ولا سوداء ولا نجار ولا سودار، ولا اللي يخدم في البيوت البلاستيكية، راه كما نقولوا يخدموا فلاحة في الصحراء ويقعد يخدم في الصحراء يدير ديبلوم، ولا عنده ماشية اصلا هو في دارو يربي ماشية، ولا واحد مداير زراعة الاشجار موالفي يغرس الاشجار هكا. المهم التخصصات، يعني مركز التكوين والتمهين لثنية العابد يفتح أبواب التسجيل للمشاركة في امتحانات المصادقة على شهادة الخبرة المهنية المكتسبة، والتسجيل بداية من 4 ماي إلى غاية 15 ماي. على المترشح للمسابقة أن يتقدم إلى مركز التكوين المهني مرفوق بالملف الآتي: طلب خطي لاجتياز امتحان المصادقة على الكفاءات المكتسبة عن طريق الخبرة، شهادة ميلاد، صورتين شمسيتين، نسخة من بطاقة الهوية، من بطاقة التعريف الوطني، شهادة عمل لا تقل اتيستاسيون دو ترافاي لا تقل عن 3 سنوات، أو تصريح شرفي يثبت خبرة لا تقل عن 3 سنوات، زائد حقوق التسجيل. فيما يخص التصريح الشرفي فهو يستخرج
وثيقة يتم الإمضاء عليها في البلدية، تستخرج من البلدية. أما حول حقوق التسجيل، التكوين المهني أعلن على 300 دينار جزائري، وأحيانا إن كانت ويمكن أكثر، يمكن يعني يسرى تغيير لعدم اللجنة أو الأستاذ يكون ما يعني كيكون ماشي تابع للتكوين هذاك، يكون بلاصة أخرى ويجيبوه باه يوفر ليهم صافي، يوفر لهم نوع هذا من كما نقولوا التخصص المهني. ممكن يتحول إلى 4000 دينار جزائري. سوف تجدون منشور في منشورات صورة للتخصصات 35 أو 36 تخصص، تجدون صورة في منشورات منتدى أو منشورات اليوتيوب في هذه القناة، وتجدون كذلك رابط مركز التكوين المهني لثنية العابد. كذلك سوف أترك لكم رابط في صندوق الوصف، وكذلك في أول تعليق، ولكن لم أفعل بعد في قناتي التعليق المثبت. وتجدون تفاصيل أكثر بعد زيارتكم لصفحة التكوين المهني لثنية العابد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.